السلام عليكم. النهارده بنتكلم في حاجه جديده خالص بقى عننا. مش هنتكلم في جوه الكلمه وجوه الجمله والحاجات دي كلها. الحاجه دي هي الحاجه اللي بتخلي معظمنا مش بيفهم الناس دي بتقول ايه، حتى لو الكلمات اللي هو بيقولها هو عارفها. بنقول عليها في مصر بياكلوا الكلام. لا، هو مش بياكلوا الكلام ولا حاجه. في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اسمها connected speech. القاعده اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اسمها consonant plus vowel، او حرف ساكن وجاي بعديه حرف متحرك. هناخد جمله مثلا زي take a bite out of an apple. هنقولها على بعضيها take a bite out of an apple. الجمله دي لو لاحظنا ان كل كلمه فيها بتنتهي بحرف ساكن او بصوت ساكن، يعني take اخرها ك وبعديها متحرك. طب ازاي اقدر اعمل اللينك ده ما بين تيك وبايت وان والحاجات دي كلها؟ هبدا اشيل اخر حرف، هاخد اخر حرف من تيك الصوت ك احطه في اول الكلمه اللي بعديها. يعني هتبقى تي، مش هقول الكاف خالص، هقول تي وبعد كده اقول الكاف او الكي بتاعت تيك مع فيبقى اسمها تيكا. تيكا لو كتبنا كده تيك خدنا الكي مع بايت اخرها تي هنشيلها من بايت خالص فيبقى اسمها باي، وناخد التي مع اوت فيبقى اسمها تاوت. تاوت هتخلص بتي. طيب ناخد التي من تاوت نحطها مع اوف. خلي بالنا طبعا ان اوف ما تنطقش، اللي هي او اف ما تنطقش اوف، تنطق اوف. هناخد بقى اوت، تيك ا بايت اوت، التي بتاعت اوت هنحطها مع اوف فيبقى اسمها توف. هناخد الفي اللي في توف هنحطها مع ان فهتبقى فان، ونفس القصه هنعملها مع النون اللي في ان فهتبقى بدل فان هتبقى فا، وناخد النون او الان مع ابل فيبقى اسمها نابل. لو بصينا تاني كده للجمله دي هنلاقي مكتوب تي كا باي تاو تو فا نابل. هي مكتوبه بالحروف او السبيلنج بتاعها take a bite out of an apple، بس هم ما بيقولوهاش كده خالص، وده اللي بيخلينا ما بنفهمش هم بيقولوا ايه. تعالوا نشوف بقى لو قريناها بالنطق اللي احنا كتبناه ده هيبقى take a bite out of an apple. هنسرع شويه فهتبقى take a bite out of an apple. اسرع سنه take a bite out of an apple. السرعه الطبيعيه بتاعتهم بيقولوها take a bite out of an apple، take a bite out of an apple. ودي احنا لو سمعناها كده مستحيل طبعا نتخيل ان take a bite out of an apple ان هي take a bite out of an apple زي ما احنا بنقولها في مصر. ده كان اول درس لينا في الكونكتد سبيتش. هنتكلم ان شاء الله بعد كده في لو في كونسونانت وكونسونانت ورا بعض، يعني مش كونسونانت وفاول، وهيبقى لنا اكتر من حلقه ان شاء الله في موضوع الكونكتد سبيتش ده. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم. I hope that you follow us on our page on Facebook which is MBA Masters Business Academy. If you want to watch more videos you can subscribe to our channel on YouTube, the same name, MBA Masters Business Academy. Thank you very much.